طيب بما إن الإعلانات الممولة دي ليها أنواع كتير، إيه أشهر أنواعها والفرق ما بينهم إيه؟ طبعا هي الاعلانات المموله في منها انواع كتير. دايما الاشهر فيهم هو اعلان المسجز او اعلان الليدز، استمارات بيانات العملاء او تسجيل بيانات العملاء. بس هو نوع الاعلان بيتوقف على انا بعمل الاعلان ليه. إمم. يعني في اعلان انجيجمنت، اعلان انجيجمنت غرضه ان هو يجيب لك اعلى انجيجمنت مع البوست بتاعك، لايكس كومنت، هو بيوصل للعميل المستهدف، ولكن اللي هو من النوع اللي بيعمل رياكشنز من دي كتير. إمم. في نوع تاني من الاعلانات لمشاهدات الفيديوز، ان انا اجيب اعلى نسبه مشاهده للفيديو بتاعي. اعلان مسجز وده دايما الاشهر لو انا عايز اعمل اعلان مبيعات، ان انا ابيع. عميل مستهدف مهتم ان هو بيدخل يعمل مسج ويبعت يعرف تفاصيل البرودكت اللي انا بقدمه ايه او السيرفيس اللي انا بقدمها. إمم. في اعلانات طبعا الليدز، ودي من اهم الاعلانات واشهرها واغلاها كتكلفه. بنستخدمها دايما في العقارات، في الكورسات، ان الناس تدخل تملى فورم معين بيديني بياناته، عشان عندي تيلي سيلز او عندي سيلز هيكلموا الكلاينت ده وهيشرحوا له ويبيعوا له السيرفيس او البرودكت. فالاعلانات في منها انواع زي ما قلنا، الانجيجمنت والفيديو فيوز والمسجز والليدز. وفي طبعا انواع تانية كتير زي إمم. اعلانات الكتالوجز واعلانات الويب سايت اللي هي بتحولني على ويب سايت اشتري منه. ويعني اكتر من نوع، بس كل نوع بيناسب نوع بيزنس وايه الهدف من اني اعمل الادز دي اصلا. أوكي. ففي ناس دايما بتشوف ان الاعلانات كلها نوع واحد، وده مش حقيقي.